الصلاة والسلام ايش قال؟ قال من بطأ به عمله لا يسرع به نسبه. ولو كانت محبة آل البيت لأنهم آل البيت لما دخل أبا لهب النار. نعم كلام مظبوط. نعم. إنما محبة آل البيت إذا أحد من آل البيت آمن كما آمن نبينا نحبه قبلتين على الرأس، مو قبلة واحدة، قبلتين. نعم. لأنه من نسل النبي ولأنه متبع للنبي. لكن الذي خالف النبي ولو كان من آل بيت النبي سيلحق بأبا لهب. نعم صح. ولن ينفع قرابته، لن تنفع قرابته. زي أبو طالب. فهمت؟ لأن النبي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لن يمنع قرابتها لرسول الله وهي بضعة رسول الله قطع اليد. وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها. فهمت؟ فهذه فعمر رضي الله عنه وأرضاه مع أن أبا بكر وعمر أفضل، لكن عمر يريد أن يوصل رسالة. قال كنا نتوسل برسول الله أي في حياة رسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله. فذهب عند العباس قال قم يا عباس ادعو الله لنا، صلي بنا الاستسقاء. فتوجه العباس ودعا لهم. يجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. فأثناء حياة العباس هل أحد ذهب إلى العباس؟ بعد ما مات. ليش؟ لأن الرسول موجود أثناء حياة النبي. هل أحد ذهب إلى أبا بكر؟ لا. هل أحد ذهب إلى علي؟ لا. لكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن عمر يذهب إلى العباس، يذهب إلى أبا بكر، يذهب إلى عمر، لكن هم يدندنون أن هذا من قرابة النبي. لأجل إيش يجعلون؟ لأنهم هم كثير من يضع العمامة يقول أنا من آل بيت النبي متخذها تجارة وتعظيم. يتاجر بالنسب. وأعجبني أحد المشايخ اليمنيين يقول لو كان الدين بالنسب لا أسلم أبا لهب وكفر بلال. لكن الدين بالاتباع، أي ذلك رفض. لأن أبا بلال وأبو جهل وأبو لهب ماذا كانوا يقولون؟ هذا الرجل يريد أن يسوينا بعبيدنا. فتركوا الدين كبرياء. فهمت؟ كبرياء. والآن هؤلاء الذين يكذبون على آل بيت نبينا الأطهار كبرياء. يقول لك يا أخي نحن الأقطاب نسل النبي تتركنا وتسمع الوهابية والنواصب. لا إله إلا الله. يا أخي من أنت؟ يا أخي إذا خالفت الكتاب والسنة ما عليك تعويل، ما عليك معول. أنا أتبع من يتبع الدليل. الله قال فاسألوا أهل الذكر، ما قال فاسألوا أهل البيت. أسأل الذكر. فإذا اجتمع الذكر مع أحد من أهل البيت نحب قبلتين على راسه. فهمت؟ كذا تواصل. كذا فهمت؟ فنحن نحب أهل البيت، لكن هم المجرمين بأسماء آل البيت، بأسماء. لا نقول آل البيت، آل البيت نحبهم نجلهم بمحبته رسول الله، لكن سموا أنفسهم أنهم من آل البيت البعض الكل ليفتنون الناس عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. فلو كشفنا حقيقة كثير من هؤلاء ليسوا من آل البيت، اشتروا النسب شراء. كثير منهم، ليس كلهم يعني. فلا يخدعك أحد. كلهم إذا وصلتم إلى بلادكم هنا قولوا لهم وجدنا إنسان في المدينة يقول أنه يحب علي ويحب الحسين ويحب جعفر ويحب فاطمة ويحب جعفر الصادق ويحب النبي أشد من نفسه ويحب الصحابة ويحب الصالحين، وجريمته أنه قال يا الله تعادونه. ثم يأتيك إنسان يقول لك طيب لماذا توالون من أعداء آل البيت؟ قلت من قال لك أننا نواليهم؟ أوصاني الله في كتابه والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. مصيبتنا في النبي، مصيبتنا في علي، مصيبتنا في عمر، مصيبتنا في الحسين، وجهني ربي كيف أتعامل معها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله تعالى أثناء المصائب قال علمنا أن نقول ذلك، لم يعلمنا أن نلطم الخدود ونشق الجيوب كالنائحات ما قبل الإسلام. هذا اعتراض على حكم الله. إنما نتبرأ من قتلة سيدنا الحسين، نتبرأ من قتلة سيدنا علي، نتبرأ من قتلة سيدنا عثمان، لكن لن يسألني الله أنا وأنت عن هذه القضية، لأن الله قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا سيسألك الله عما خلقت لأجله، فلا يشغلك أحد بقضية قدرها الله وسيحكم الله فيها، إنما اهتم بما خلقت لأجله. والذي خلقت لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من؟ فالدعاء ليس عبادة، فلو صرفت الدعاء للنبي أنت ما عبدت الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. إنما يا الله كما كان سيدنا محمد يعلمنا أن نقول يا الله. وفي فرق بين حياة النبي ومات. لو كان النبي حي والله لا أذهب إليه وأقبل يده وقدمه وأقول يا رسول الله ادعو الله لي، لكن النبي مات. إن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك ما أحد من الصحابة ذهب إلى النبي بعد موته. النبي قال بر الرفيق الأعلى. النبي وضعوا عليه الصحابة التراب. النبي نصب الصحابة بعدها خليفة أبو بكر. هل كانت تفعل هذه الأمور لو كان حي مثل حياتنا؟ إنما حياة برزخ.
يأتيني واحد من هناك يقول لي لا أنت تكذب القرآن. قلت لماذا أكذب القرآن؟ يقول الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. قلت نعم أحياء في البرزخ ليس عندي وعندك، ولو كانوا أحياء مثلي ومثلك لما رملت زوجاتهم، لما قسمت تركاتهم، لما النبي عاملهم معاملة الأموات، لما النبي وضع عليهم التراب، لما النبي لما زارهم كما يزور البقيع، ما جعلهم النبي خصوصية. إنما حياتهم برزخية نؤمن بها، غيبية عند الله. لا قال الله تعالى عنهم وما أنت بمسمع من في القبور. فنؤمن أن النبي حي في قبره والشهداء أحياء في قبورهم، لكن كيف أحياء الله أعلم. الله هي دي بتاعت ربنا. نعم هذه علم الغيب. الكيفية تبعه. نعم الكيفية، لكن لما تخوض في الكيفية تبدأ تكذب، تقول والله إنه يراني. يا أخي أنت عاقل. هو في حياته لو كان في غرفة ما رآك، هل يكون بعد مماته أفضل؟ بعدين علي رضي الله عنه وارضاه بشر، ومحمد عليه الصلاة والسلام بشر. في حياتهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمع اللي في البيت المجاور، إنما كان الله يوحي له يعلمه. وعلي رضي الله عنه وارضاه في حياته علي إذا أحد ناداه من بعيد ما سمع. الآن من شتى بقاع الأرض يا علي يا علي. هل علي إله؟ لا إله إلا الله حتى يسمع كل شيء. لا إله إلا الله. هل سيدنا محمد إله حتى يسمع كل شيء؟ فهؤلاء أله هؤلاء باسم المحبة. فالذي يقول لك أن الرسول ما مات، والشهداء ما ماتوا، جعل هؤلاء آلهة. تريد الدليل؟ في آية الكرسي الله لا إله إلا هو فالحياة هي صفة خاصة بالله سبحانه، حياة أبدية. الحي الذي لا يموت هو الله. فمن قال أن الأنبياء والشهداء لم يموتوا جعلهم آلهة مع الله. إنما نحن أهل السنة نقول أحياء عند ربهم، أي في حياة برزخية علمها عند الله. أما الدنيا كل نفس فإذا ما ذاق النبي والشهداء الموت في الدنيا متى يذوقونه؟ يوم يبعث الله الأرض ما عليها. فهمت؟ فنفهم القرآن فهم يقبلها العقل السليم، فهمها أبا بكر عمر عثمان علي الذين بشروا بالجنة، حتى لا نقع في الخطر. الله يحفظك. الله